طلعت اشطر كتكوت، احلى كتاكيتو. كسرنا كده الزلعه اللي احنا محوشين فيها تحويشه عمرنا انا والفرعون الكبير الصغير، وخدنا الفلوس 2000 جنيه قلنا هنجيبوا بيها مشتريات الشهر كلها. ازاي ما اعرفش، تعالوا معانا اقول لكم. وقفنا كده اوبر وتوك توك وركبت انا وسعد بيه زغلول ورحت انا فرعون الكبير الصغير فين؟ في فتح الله. اول حاجه بقى صلوا بينا على النبي، وتنسوش تدعوا لاخواتنا في الارض الخضراء وفي السودان، وترزعوا بقى اللايك الجميل وتيجوا معانا واحده واحده كده احنا بنشتري. طلعنا على سلم الكهرباء طبعا وانا بخاف منه، فرحت قاعده عليه. دخلت انا فرعون الكبير الصغير وقلت له انا هجيب العربيه الكبيره دي وهجيب ازازه الميه برده الكبيره عشان انا صغيره، وركبني فيها. قال لي لا مش هينفع، دي بتاعت الاطفال. المهم بقى اعلمك ازاي تشتري مشتريات شهر كلها ب 2000 جنيه بس ما تحتاجيش لحاجه تاني. ايوه زي ما بقول لك كده. رحنا بقى عند قسم المكرونات، ما اعرفش يا ولادي يحبوا لنا المكرونه دي، مع اني باكل مكرونه بكميه كبيره بس برضه ما بنتخنش، ما اعرفش ليه. ما حدش عنده وصفه يا ولاد عشان الواحد يتخن، وجزاكم الله كل خير. المهم بقى اخترنا الطويله والقصيره والتخينه والرفيعه والكبيره والصغيره، كل الانواع المكرونه كلها حطيناها في العربيه التسوق دي، ما خليناش نوع مكرونه غير واحنا جايبين. واهم حاجه ان احنا نبعد عن المقاطعه. رحنا بقى عند قسم الزيت، والفرعون الكبير الصغير بيعشق الزيت، ما اعرفش بيحب الحب ده كله ليه. رحنا عند التونه والكلام ده، اخترنا الحاجات طبعا بعدنا عن المقاطعه. وقال لي هجيب لك برطمان المخلل ده، قلت له يا كل ده برطمان مخلل ده اكبر مني شخصيا، ده زي ما انت عارف ان انا قصيره ومش طايله رقي ناشف. قال لي وعادي، قلت له عادي وعادي وعادي، كان فعلا رقي ناشف. راح جاب صلصه هينز، قلت له يا عم دي مقاطعه فكنا من المقاطعه. رحت بقى عند زيت حلو، قلت له ده الزيت ده زيت حلو. قال له في احلى منك يا جميل، انا هجيب الازازه دي. رحنا عند الفول عشان ده طبعا حبه الاول والاخير. وهنا بقى ايه، جاب لي البامبرز ده، قال لي خدي الاطفال الصغيرين. قلت له احنا لسه ربنا ما رزقناش، تنسوش بالله عليكم تدعوا لنا في الكومنتات ربنا يرزقنا بالخلف الصالح والذريه الصالحه. المهم طبعا انا كنت جعانه، قلت له عايزه اجيب البتاع ده ادوق وانا ماليش دعوه. دخلت كده عند اللاعب بيه زغلول، لقيناه واقف عند كورن فليكس وعمال يعيط حاطط ايده على خده. رحنا له انا وفرعون الكبير الصغير، لقيناه واقف حاطط ايده على خده. قلنا له مالك يا سعد زغلول؟ قال ده انا ابويا حرمني من الميراث وحرمني من الكورن فليكس. قلت له يابا انا عايز كورن فليكس. قال اطلع بره البيت انت مش ابني ولا اعرفك. جه الفرعون الكبير الصغير قال له هنشتريه لك. راحوا بقى قعدوا يلعبوا كوره كده في الممر، ولا قاعدين في منظره الجامعه ولا قاعدين في الملعب حتى. فجي ايه قال لي في سعد بيه زغلول انا هشتري لك العربيه ديت. قال له والله انا كان نفسي فيها من زمان. قال له يلا اي خدمه يا عم عشان تلعب بيها مع اصحابك في العز. اخد على كتفه ومشى. قلت له بقى انا هجيب البتاع ديت عشان بيقولوا بتنشف الشعر، ما اعرفش بقى هي هل فعلا بتنشف ولا لا. جبت كده الفوطه ديت وقلت اشممها له كده، قلت له حلو. قال لي حلو. قلت له خد عشان تزيل العرق وزيل الهموم معاك بالمره. والمهم بقى رحنا عند المسواك، لقيت فيه منه كل الالوان، امال في الصيدليه ما فيش غير واحد بس. المهم بقى رحنا عند قسم النظارات عشان هو كان نظره ضعيف، جبنا نظاره شمس. قلت له يا عم دي بتاعت اطفال، دي بتاعت عيال صغيرين. قال لي طب البسها كده عشان انت صغير. بس بالله عليكم يا رايكم فيها، بالله عليكم يا رايكم فيها عليا. هنا سعد بيه زغلول لا دي برضه لابسها. قلت له يا عم روح ده شكلها وحش عليك. قال لي لا ده انت غيرانها مني، دي شكلها جوسي عليا. لبست دي. قال لي ايه الياعه اللي انت لابسها ده شكلها وحش جدا، بالله عليكم دي حلوه ولا وحشه؟ بالله عليكم تقولوا لي في الكومنتات. رحنا بقى عند قسم العسل ولقينا كل الانواع، حتى العسل النادى حاطين. وجبنا اوريو بقى عشان هو مش مقاطعه، ولقيت باكو الشاي ده قاعد لوحده في الرف بيعيط. وجا فرعون الكبير صار جاب شاي فتح. قلت له الله يرحم بابي ده كان بيشربه في طفله. ايه ده انتوا بتعملوا يا جماعه؟ ده باين عليهم لسه فاكرين يسلموا على بعض بيعملوا ده. ما علينا. رحت بقى قلت له هنجيبوا مشروب النعناع عشان نعمل لك ليمون بالنعناع. وجبنا جهينه تفاح عشان انا بحبه احمر واخضر طبعا. وراح سعد بيه زغلول كان هيشرب ويفتح. قلت له يا عم استنى يا عم انت عبيط ولا؟ جبنا جهينه كوكتيل برضه. ودخلنا بقى عند قسم دريم، قلنا بقى نجيبوا كب كيك ايه، نجيبوا المربى الاول بعد كده نرجعوا بقى للبتاع ده. المهم هنا سعد بيه زغلول واقف، قال انا عايزه حلاوه عشان انا نفسي فيها من زمان. قلت له انت كل حاجه نفسك فيها، انت ابوك ما كانش باكلك ولا ايه؟ قال لا كان باكلني بطوز بس. رحنا بقى جبنا منتجات دريم كلها عشان نعملوا جلاتي بقى وحركات وتكات. ورحنا جبنا عسل، لقينا عسل الندى عسل يا ولاد عشان عصرين العسل بتاعي كله حاطينه في برطمانات. المهم بقى هنا جبنا كل التوابل كل البهارات والفيجيتار والمش عارفه ايه. وجبنا الصلصه، لقيت الصلصه بالبصل والثوم، اول ما نعرف ان في صلصه بالبصل والثوم. وجبت بتاع ده مشروب اللي بيسموه ده. وجبت عروسه اصلك وانا صغيره كان نفسي في عروسه ومحدش جابها لي، قلت اجيبها وانا كبير. رحنا عند التوابل ورحت قلت له على فكره قبل الولد ده مقاطعه واحنا مش جايبين. جبنا رودس حلوه رودس جميله. جبنا دي ولا ما عارفه انا. قلت له يا عم ده ريحها مش معروف روح حطها. جبنا جهينه وجبنا جهينه ايه يا رب استرها معايا يا رب، انا واحد مش فاكر اي حاجه. جبنا شيدر. تعرفوش جبنا الشيدر دي بتتعمل بيها ولد؟ هنا خلاص كانت العربيه اتملت. وهنا بقى احنا بنراجع حاجاتنا في كراستنا لان اصلنا حاجات بسيطه، فقلنا نروح نجيبوها تاني. سعد بيه زغلول كويس وقع من تحت العربيه، قال انا ما عادش قادر روحوني. رحنا بقى طلبنا الاسانسير وقلنا نركبه في الاسانسير. اصيل لبخه ده عايز يتعالج ويجينا. ايه ده يا جماعه انا لساني يعلق. ورحنا بقى الفرعون الكبير الصغير راح يحاسب ويدفع شقه عمره ال 2000 جنيه اللي كنا محوشينها. وجاب الريسيت اللي هو اطول مني شخصيا وما يعرفش ان انا قصيره ومش طايله ورقي ناشف بس. وعاد ما تنسوش اللايك والكومنت والشير وتتمنوا لنا من قلبكم الخير. سلام عليكم.